عنهم أسأل هذا السؤال حتى يصل لأسماع الناس هنا، لأن هذه أصبحت فتنة. يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل لعلك تسمع هذا زي في النائب في البرلمان. نعم نعم. وهذا الذي يحاول يظهر بتظاهره. نعم حافظ سلامة، وأيضا صلاح أبو إسماعيل ممن يشجع هذا. فالشيخ صلاح يقول إن الانضمام للحزب أصبح واجبا إذ تقطعت السبل على المسلمين في خدمة الإسلام. فهل هذا الكلام صحيح؟ أما الجواب على هذا السؤال كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. الإصلاح الإسلامي لا يبدأ بالتحزب والتكتل والتفرق، لأن نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى ويرحمك الله، تنهى عن التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإصلاح لا يكون بتشكيل أحزاب سياسية، لأننا نشاهد في واقع الإسلام منذ نحو نصف قرن من الزمان أن الأحزاب السياسية لا يخرج منها مصلحة شرعية، بل نرى من آثارها زيادة تفرق المسلمين وانقسامهم وتباغضهم ونحو ذلك من الأخلاق المنهي عنها في الإسلام. نحن دائما ندعو ونؤكد في الدعوة فنقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولا شك أن على رأس هذا السلف الصالح هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه. بماذا بدأ الرسول عليه السلام بإصلاح قومه الذي بعث إليهم مباشرة ثم إلى الناس جميعا؟ لا شك أنه بدأ بدعوتهم إلى التوحيد وإلى التمسك بالأخلاق والأحكام الشرعية ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يدعون هذه الدعوة أنه لا سبيل الآن لخدمة الإسلام إلا بانضمام إلى تكتل سياسي، نحن نقول هذا التكتل كما أشرنا آنفا ليس من الإسلام في شيء. ثانيا، إيجاد وسائل للإصلاح، إصلاح المسلمين، هذه الوسائل ممكن اعتبارها من المصالح المرسلة، لكن المصالح المرسلة لا يجوز أن نتبناها دائما وأبدا دون التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامي في ذلك، وهذا مما لم أراه لغيره جزاه الله خيرا، أن ما يحدث من الأمور بعد وفاة الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على إحداث ذلك الأمر الذي يراد التمسك به واستحسانه، إن كان الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام بواجبهم الديني في جانب من الجوانب، فلا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة، لأن هذه الوسيلة إنما أدى بها تقصير المسلمين في تمسكهم بدينهم، فعليهم أن يعودوا وأن يصلحوا موقفهم مع دينهم ومع ربهم. فاتني شيء يقول هو قبل هذا الكلام أن هذا السبب أو هذا الأمر الذي يراد اتخاذه وسيلة ينظر هل كان المقتضي للأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإن كان الجواب أنه كان المقتضي قائما في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول لم يشرعه للناس، فلا يجوز اتخاذ ذلك شرعا لنا، لأن المقتضي لتشريعه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما شرعه للناس بوحي من الله. فإذا مثل هذا الإحداث
أو الوسيلة لا يجوز تبنيها، لأن المقتضي للأغلبية وجودا في عهد الرسول عليه السلام. فهنا يأتي التفصيل السابق. ينظر إن كان الدافع على الأخذ بهذا السبب الذي لم يكن المقتضي قائما في عهده عليه السلام، الدافع عليه هو تقصير المسلمين في بعض أحكام الدين، فلا يجوز أيضا تبني مثل هذه الوسيلة وهذا المحدث. أما إن كانوا ليسوا مسؤولين، أي أن السبب المقتضي للأخذ به ما كان قائما في عهد الرسول والآن لم يوجد بسبب تقصير المسلمين، فهنا يجوز الأخذ به ما دام أنه يحقق غاية مشروعة. لهذا نحن نجيب عن هذا السؤال أن هذا التكتل وهذا التحزب نعم هذه وسيلة يراد بها إصلاح المسلمين، فإصلاح المسلمين لا يكون إلا بالرجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب السياسية نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين بأن ينضموا إليهم وأن يركنوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا أمران اثنان هامان جدا على ذلك يقوم الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام ما دخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام مع العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله. وهذا الجواب على ذلك. نعم. يبقى طب ومجلس البرلمان مجلس الشعب يتنزل من منزلة الأحزاب أيضا؟ قطعا. نعم. جزاكم الله خير. ملاحظتان. لا ما تسجل هذا، ما تسجل.